واضح الأمر أن في بعض الوزراء في الحكومة لا يريدون لهذه المشكلة أن تنتهي، عاجبهم اللي قاعد يصير. هل هو هروب من استجواب؟ هل هو تنفيذ لأجندة معينة في بالهم؟ هذا الأمر غير مقبول وإحنا ما راح نقبل فيه. عندك شيء قاعد وياي على الطاولة، تعال داخل قاعة عبد الله السالم وابدي رأيك وقول أنا عندي حلول مناسبة، حط حلول مناسبة. أعتقد الإخوان في اللجنة المالية كلامهم واضح، القوانين هذه ما راح تسحب والتقرير ما راح يسحب إلا إذا الإخوان في الحكومة أعطوهم بدائل مناسبة لتحسين مستوى معيشة المواطنين. أخيرا أنا أدعو الإخوان في الحكومة والسلطة التنفيذية الابتعاد عن هذه الممارسات السلبية والحضور الجلسات القادمة سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للقوانين، وأدعوهم للالتفاف إلى مطالب الشعب وتحسين معيشتهم والابتعاد عن أي مهاترات في الفترة